السلام عليكم، الله يسعد جميع أوقاتكم بكل خير. أنا فيه اثنين بحطهم بالحال. أنا اثنين ما هم أي اثنين. اثنين أول شيء من عندي من الفئة 1000 ومن جميع النواحي، من قرب، من مكانه، من نظرة، من خذها بكل شيء. هم عندي رقم واحد، يعني حتى في العمر رقم واحد. لكن والقصيدة والحالة اللي محطوها رقم واحد، لكن أنا بجيب لكم هم الحالة اللي محطوها. قصيدة الفريدي اللي يقول، اللي هو سعد بن عبد الله الفريدي، اللي يقول: يا ليتني قبل تفاجأ بالإحباط ما سقت لك يا طيب الفال جاهي، قبل تعرض للمطبات محتاط، وقبل المضاهي نعرف انه امضاه. يا ليت فم بعض الرياجيل ينخاط عن مدحة، ما هي على مثل ما هي تلميع هرج وسمكرة بدي وهياط، وعكس الصحيح اللي عليه اتجاهي يصرف من التمجيد ويعلق انواط، ويقال هذا من كبار الدواهي. لو ان فزعاته تقل عود شخاط، توليعته وحده ولا ادري متاهي، يبقى مع اهل الطيب قابل للاسقاط، لو كبر زوله ما يشد انتباهي، مثل البريد اللي على طلعة الغاط. بريد شاهي بس ما فيه شاهي ديكور، ما هو حق جلسه ومقلاط، على الطريق مصمم للتباهي. سعد بن عبد الله الفريدي، صح لسانك واعتلى شانك. السلام عليكم. الله وهذه اساميهم شفتوها الظاهر: فيصل بن حمد بن علي الزقيحان، هذا ولد خالي الله يحفظه، والثاني اخوه اللي هو وسيم بن حمد بن علي الزقيحان. هذول انا شهادتي فيهم مجروحه، لكن انا معجب فيهم، وانا يوم نتكلم عنهم لانهم حاطين حاله واتساب. حالة الواتساب اشوفها انا واشوفها الثالثة، فهم عارضينها، فانا من حقي اقول يا يا فيصل وانت وسيم، اسمحوا لي اني اتطرق ما دام انكم حطيتوا حالة واتساب، ولا غير ماني قال شيء. لكن انا سؤالي: هل انتم بالمزاج واحد، اعرفكم انا اعرفكم، يعني حتى الذوق وهذا راقي كل شيء، بس هل انتم حطيتوها لبريقها بالبيت اللي مكتوب بريق او فلاش، اللي هو يقول مثل البريج اللي على طلعة الغاط بريد شاهي بس ما فيه شاهي ديكور، ما هو حق جلسه ومقلاط على الطريق مصمم الاتباعي؟ اذا كان هذا الفلاش حطيتوه فهذا نقطة، يعني شيء انا اجيزكم. اذا كان حطيتوها ايش يعني؟ هذه ما تجي الا على الخذلان. هذه اشوفها انا اقول فيصل وسيم حاصل لهم موقف صعب. اعجاب بالقصيده، اذا كنتم معجبين بالقصيده لحظه، مع القصيده كامله متناقضه، والله اقولها وانا صادق. لا، واللي ناقضها بحط لكم صاحب القصيده، اسمعوا صاحب القصيده. علشان يلمعونه يحطونه شخص يعني ذاك وين دائما جديته انتهى مطلوبك نهائي وكذا. فانا والله ركبت من هنا ورحت له في ديرته. الرجل يقضي لزوم الله ولا يقضي اللزوم، والانسان احيانا والله انه حتى يعني التوفيق من رب العالمين، ما في شك تاخذ بالنية الحسنه. نعم. المهم اني جيت معود ما حصلت مطلبي. وهذا شاعر القصيده وسمعتوه. انا ابي كل واحد شافها الحين ردة فعل او جواب شاعر القصيده، ترى سئل ما سبب ما مناسبه هذه القصيده. انا تمنيت اني ما سمعته ولا سوى اللقاء ذا، اتمنى والله مع احترامي وتقديري وصح لسانه شاعر، لكن ردة فعله يعني او انه تعبير انت ناقضت نفسك. اول شيء تقول انك رايح الرجال يقولون لي وصل الامر انتهى. الامر والله ما ندري وشو، ما في امر بيد احد، كل الامر بيد رب العالمين. هذا أو الشيء الثاني، واللي عنده قالها له وهو يقولها بعد انه شيء هو ناقض نفسه، هو متحسف على القصيده، يعني والله متحسف على القصيده. يقول انا والله لو ان يعني فعلا هي ما طيب، قال لها الثاني احسن النيه، او بما معنى يعني خل ما هذه ما جاوب عليها لانه هو متعديها. لو احسن النيه ما قال الابيات ذي. لكن هو من قصيدته بالبدايه متناقضه. ليش يقول متناقضه؟ لانه يقول يعني مدحته: يا ليت فم بعض الرياجيل ينخاط. انت تخيط فم اللي شايف طيب ومادحن على طيب، تبيه القى. يعني انا رحت للصمان بالربيع لقيتها مربعه، تبي تجي بالقيض انت تبي تلقاها ربيع، ولا تبي تقول جزعيات ما في ربيع؟ لا، هنا في يعني الدعوه الايام دول ما ادري وش، انت توفقت مع كذا. والشيء الثاني انا ما اعرف الهدف اللي تقوله. لو وضحت الشيء اللي
اللي انت رايح له والله تبين القصيده بس ما يقدر يوضحها. هو تلقاه لانه الوضع يعني ما يقدر يوضحها. ليش؟ لانه يوضح الرجال يمكن. لكن يا اخي هذه قصيده ما فيها فلاشات حلوه فيها. بس انا والله يوم يقول يعني البيت اللي محطوط لها فلاش اللي هو اللي يقول مثل البريدج اللي على طالع يعني هذا فلاش ترى فلاش. بس ابى اجيب لك فلاشات ما اسمع قصيدتها. لو كل ما ثارت عجاجة حيزمته طريقك العير صدمته البدر الحويفي يا شيخ. تلقى لك معلقة أصلا القصيدة تعطيك تنسى البيت ذا. يصير البيت ذا والله ولا شيء. الرحل عكاش الذيابي اللي يقول لولا ما يجعل الأحرار مثل المماليك اللي معرفة الرجال بعضها. يا رجال يعطيك من بدايته يعني من بداية القصيدة يقول لك لا تعلق بالناس وترى ما يعني وتبي تحب ناس وتبي الناس تمشي على كيفك ما حد جاي على كيفك والله ما حد يعني أبد وينهيها لك بشيء يا شيخ. أبدأها بشيء والله يروح حال بيت اللي يقول ما يجعل الأحرار مثل المماليك اللي معرفة الرجال بعضها إنه يروح ولا شيء عندك. لو سمعت القصيدة كاملة ففي فرق. لكن القصيدة ذي فيها فلاش مثل البريدج اللي على طلعة الغاط. بريد شاهي يا أخي فكاهي بس إنه لا أعرف معنى. تحياتي وأنا لي حق أنقد ولي حق إني أتكلم براي ورجال ونعم وعيال خالي فوق راسي. يعني هذول بالنسبة لي عزوتي. أنا بالنسبة لي مدحي لهم يوم أقوله والله معجب فيهم. بس الشيء اللي يخليني أقولهم هم وحطهم ذا يعني بالحالة ذي أنتم كأنكم معانين. الجيل هذا هل هو محترق سابق وضعه يعني سابق الجيل؟ إذا كان الجيل كذا هم بالشباب يعني شباب صغارهم إذا كان عندهم مثل هالقصايد وذي ومارين مثل هالمواقف فالجيل هذا محترق يا أخي. ما عاد فيه فزعات ولا وتنطبق عليهم القصيدة ذي ومخذولين وأمور ما عاد أحد ينفع ولا عاد تسمع. أول شيء الخذلان السبب الشخص نفسه. أنا أحطك في مكان أنا اللي أحطك في مكان أنت ما أنت أهل له. أما بسبب أن الناس قالوا لي وحطيتك على كلام الناس أو أني أنا أتصور. ليش أتصور؟ ما أقول الفعل قبل الكلام. ما علي من الناس وش يقولون أبدا. يقول ردثنا يستاهل. يقول والمدح للي هذا بيت لي. يقول المدح للي يستحقه له حدود ولا من لا يستحقه فضيحة. وردثنا يستاهل راعي الجود ولا تنكر غير اليدين الشحيحة. بس ما ردثنا هذا شيء سابق. مدح هذا المدح للي يستحقه له حدود بعد ولا من لا يستحقه فضيحة. هذه للأشخاص يعني لو القصيدة ثيم هذا يعني مثل الشاعر سعد الفريدي راح للشاعر اللي سامع بقصيدة ورد على القصيدة اللي مادحه أزين مما أنه قال عن الناس يمدحون ما يدروا وينهم. وتحياتي لكل من يسمع صوتي والله يحفظكم.